أهلا وسهلا متابعي قناة مبركة ستوريز. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية، بدون مقدمات وبدون إطالات. غادي ندخلوا مباشرة في قصتنا. مولات القصة سميتها ريتاج، بغات آراءكم في هاد الحيرة اللي هي حيرة دابا، وبغات تقول لكم كون كنتو نتوما في بلاصتها اشنو كنتو غادي ديروا. بلا ما نحرق عليكم المراحل وبلا ما نطول عليكم، جيم بارطاج كومونتير زوين بحالكم، ندخلوا مباشرة في قصتنا. سميتي ريتاج، جيت نعاود لكم قصتي واللي وقع ليا، وغادي نبدا لكم ملي كانت عندي 3 سنين. هذيك الوقيته كانت الام ديالي جمعات ساكا وقالت لبا الا مازال رجعت لك مرة لهاد الدار انا راني ما كانت تسمى، وهزاتني وداتني لدار جدي. ديك الساعات ملي ساق با الخبار مشى كيجري لعندها، ما رضاش، قال لها علاش كاع تمشي تخلي الدار وتمشي تخويها وتزيدي عند باك. جداتي ما كانت كتحمل فيها شعرة، اما عماماتي كانوا كيقولوا هذيك غا بردت الكتاف ومعكازة ومقروضة، ما عندنا ما نديرو بها. ايوا ديك الساعات الاب ديالي مشى عند الام ديالي وطلبها. قالت لي الام ديالي شوف، انا ما غاديش نقدر انني نرجع معاك الا في حالة واحدة، الا انت عزلتي ليا محالي. فعلا هما النقطة اصلا اللي خلا اللي فيضت لهم الكاس هي ان الام ديالي كان مخليها الاب ديالي في العروبية. كنت مع عماماتي ومع جداتي ومع جدي، وهو كان كيخدم في المدينة. ايوا قالت ليه عزل ليا، هو الاب ديالي ما غالبوش انه يعزل ليها، قاد بيها. ولكن ملي مشى عند جدي وجداتي اشنو قالوا ليه؟ مشى دوا مع جدي، قال ليه جدي شوف ولدي، ما انا باك ما انت ولدي، الا رجعتي هذيك السيده للدار او الا خرجتيها تعزل ليها. ملي مشى دوا مع جداتي، جداتي جبات ناظرها وقالت ليه ها السخط هرضا، الا جاب الله رديتي ليك هذيك السيده مرة، ولا الا مشيتي خرجتي وكريتي ليها. هذيك الساعات صافي بقاو فحال هكاك، بقاو مدة كبيرة حتى دازت 3 سنين، وهذيك الساعة كانت عندي 7 سنين. فهاديك الوقيته الأم ديالي تزوجات. ملي ساق الأب ديالي الخبار تحير وجدب وما خلا ما دار، مشى كيجري لعندها، مشى عند جدي وقال ليه عطيني مرتي. قال له جدي انا ما عندي لك مرة، هادي 3 سنين فين كنتي؟ يلا فقتي السيدة راه تزوجات. هو قال لهم لا، انايا بغيت مرتي، ودار لهم فيها مسمار رجحة. ايوا يا سيدي قال لهم بغيتي بنتي نديها معايا نربيها، انا بنتي ما غاديش نخليها مع راجل اخر يربيها. ايوا صافي، داني لهاديك الدار اللي عاد بناها جديدة. هاديك الساعات عمامي وبا هزوا راسهم وجمعوا واحد البركة وبناو بها واحد الدار. ايوا المعاناة ديالي غادي تبدا من نهار غنحط رجليا في هذيك الدار، اللي من نهار حطيت فيها رجلي وكلشي باغي ربي. عماماتي كيضربوني وكيزيدوني الشقة، داروني شحمة وقديت. وملي كيجي تحاسب معاهم شي واحد كيقولوا ليه حنا غير كنعلموها التاويل وكنعلموها الصواب وكنعلموها تشقى وتقاد وتولي حادقة ماشي فحال امها. مرت با كانت كتضربني، وملي كيسولوها علاش كتقول ليهم انا غابة غردها مرة ونص، مرة اللي تليق بمقام راجلها ان شاء الله، حيتاش مرة ملقاها غا راجلها. ايوا ملي كيسولها علاش كضربيها كتقول ليهم انا ولادي، انا براسي ولادي كنضربهم. وهي فعلا حرفيا كانت كتضرب ولادها، ولكن هذاك الدق اللي كانت كتعطيني انا كان دق مسموم، واللي قسما بالله العلي العظيم الا الضرب ديالها كيبقى يدق فيا ساعه ديال المكانه. ايوا بقيت فحال هكاك، كل واحد كيضرب في جيه وكل واحد كيعاير في جيه. واللي با هاز واحد طغينه في قلبه من جهه امي اللي ما عرفتها حب ولا حقد، وجداتي اللي ما كتحمل فيا الشعره غير حيتاش انا بنت هذيك السيده، عماماتي اللي ما كيحملوش امي وما كيحملونيش حتى انا حيتاش طلعت شهبه فحال امي، وعويناتي
على مزيناتهم ومحنكه ومطبسه في حالها، وحيت هما كانوا كيغيروا منها. ايوا دازت ايام وانا في العذاب الاليم، وانا في الشقه وتماره وتكرفيص ديال بصح. في الوقيته اللي الولاد الصغار كانوا كيمشيو للمدرسه كيبكيو، انا كانت هي المتنفس الوحيد ديالي باش انني نخرج ونشوف صحابات ونضحك ونقرا. والاساتذه كنت عزيزه عليهم بزاف، اذا كنت متخلقه وما كانش معايا مع الصداعات والمشاكل وداكشي. كنت كنعيش السعاده ملي كنت كنمشي للمدرسه، كانت المكان المفضل ديالي، كنت كنعطي فيه كل ما عندي وكنت كنقرا ديال بصح. وفاش كنرجع للدار كنرجع للعذاب الاليم، كنرجع لنفس السيناريو اللي ملي كندخل للدار وكنجبد كتوبتي باش نقرا كتبدا تقول لي يا عمتي كنشقاو وعاد كنقراو، جمعي هذاك الشيء ما تبقايش ديري السباب القرايه. وكتجي مرت با كتقول لي جمعي هادوك الكتب وانتي ما عارفاك فين باغا توصلي، القرايه راه ما غتوصلك فين، غير جمعي داك الشيء. وبا تيقول لي انتي ما عندك ما ديري بهاد القرايه، ولكن انا كنت متمسكه بالقرايه حيتاش كيف قلت لكم كانت المتنفس ديالي الوحيد. هو بصراحه انا ما كيخصني معاهم حتى شي خير، ماشي زعما كيعطوني الفلوس لا، غير هو مثلا الحوايج والماكله راه كناكل معاهم، الحوايج كيكسيوني، وإلا كنت مريضه كيعطيهم با الفلوس كيتكلفوا بيا وكيدوزوا لي وكل شيء. ولكن العذاب الاليم، الشقاو تماره، كنت الا جاب الله جيت مع 12 كنت كنلقى المواعن وكنلقى الحوايج وكنلقى خصنا نجفف وخصني نصيق وخصني. ايوا صافي، المهم بقيت فحال هكاك، بقيت هكاك حتى تقريبا وصلت للاعداديه. ملي وصلت للاعداديه كل شي بدا، عمي بدا كيتباع، عمتي بدات كتباع، با بدا كيسلخ، با كيخرج كيلقى شي وحده خارجه من الاعداديه مع الدراري كيجي عندي تيقول لي عندك تنتي تولي فحالهم، وكيعطيني من الخا ديال العصا، وانا ربي شهد عليا كنمشي نيشان كيتران وكنجي كيتران. ايوا صافي كملت قرايتي. هذيك الساعات ما كنت كندير سوايع، ما كنت كندير حتى شي حاجه. حتى العائلة با اللي كنت معولة عليهم زعما يقريوني ويوريوني وشي حاجة كانوا كاملين ما مطفرينوش، المخير فيهم ما كانش عنده حتى الكطريان. ايوا صافي بقينا فحال هكاك واحد المدة، كل واحد اشنو واقع عليه. عماماتي بداو كيتزوجوا وحده مورا وحده. واحد عمي تزوج، خوات الدار، الشقة كامل ولا على ظهري، وليت انا اللي كنسيق، وليت انا اللي كندير كل شيء. كنت ملي كنجي من المدرسه مع 12 كنت كنلقى مرت عمي ومرت با موجدين ليا واحد السطل ديال الشفاف وتيقولوا لي هاكي هبطي به من الفوق لتحت وتصوروا معايا من 12 للجوج. انا راه خصني ديك الساعات نبدل كتوبتي، ناكل نرتاح. لا هما لا، همايا خاصني نسيق وندير ونصبان. اما الا جاب الله خرجت مع العشرة كنلقى المامط كيترقدوا، خصني نشف عليهم وخصني بزاف ديال الحوايج. وملي كنهضر كنقول ليها قولي الولاد كيعاونوني كدا، كتقول لي الولاد نتيا كبر منهم، نتيا كون تزوجتي كون ولدتي قدهم. مازال ملي كانوا كيجيو، ملي ولاو عماماتي كيجيو وكيطلعوا عليا وكيلقاوني كنشقى كيقولوا ليها واش كيتي على السيده وكذا وكذا. كتقول لهم مرت عمي كيفاش نتكيسوا عليها، راه غير غادي نصروها. كتقول ليها وزيدوا المراه ملقاها راجلها ان شاء الله ملي غادي تمشي عند راجلها شنو غادي نقولوا ليه ما ربيناهاش. وزيدون قالت ليه احنا ما بغيناهاش طلع مقروضه فحال دوك المقروضات اللي في عائله امها، زعما خوالاتي وامي. ايوا صافي، المهم امها ملي كانوا عماماتي على الاقل كانوا كيشقيوني معاهم. هادو كيجلسوا كالقيدات وكيقولوا لي خدمي وديري وفعلي وتركي وديري. ايوا صافي بقيت فحال هكاك، بقيت
حتى لديك 2021 ديما الشقا وتمارة والعذاب الأليم. حتى لواحد النهار كنت خارجة من المدرسة وجات عندي الأم ديالي. جات عندي انا في الاول ما كنتش عرفتها حيت جات عندي ضعيفه بزاف و... وزرقاء. انا اخر مره كنت شفت فيها امي شفتها بيضه ومطيبزه وعندها الحنيكات وغليوضه وزويونه. انا قلت يمكن مع الزمان ماشي مشكل، الزمان كيدير كتار من هكا. كانت كتعنقني بجد وكانت كتقول لي الله يرحم لك الوالدين بنتي ما سمحي لي راني فرطت فيك وكذا وكذا، راني ماشي لخاطري وهذا. تماك عرفت بانها راه ماشي لخاطرها. قلت لها المسامح كريم. رجعت للدار، ما دازت حتى شهرين مكموله، تقريبا شي شهر ونص، عرفت بلي الام ديالي توفات. اش غادي نقول لكم؟ هذيك الساعات بكيت وجدبت وما خليت ما درت. حيحت، نتفت شعري، نتفت راسي. بصح الام ديالي ما كملتش معاها حياتي كاملة، ما كبرتش معاها حد ديك 8 سنين 9 سنين. واخا هكاك كنقول شي نهار الا جاب الله ما تفاهمتش مع هاد الكائنات هادو راه غادي نهز حوايجي وغادي نمشي عند امي. دابا ما بقى والو، ما بقى لا امي لا حتى شي حد، بقيت وحدانية في هاد الدنيا. ما تصوروش الاحساس ديالي ديك الساعات كي كان، وملي كنت كنبكي وكنت كنجدب. مرت با كانت كتقول لي كتبكي على كلبه اللي ما رباتك، ما كساتك، ما سولات فيك، ما جات تزورك، ما والو. وما كنتش كنقدر نجاوبها حيت الا جاوبتها كتقول لي ما تجاوبينيش وما تردش عليا الهضره. وبا كان كيقول لي احترمي امك، هو عند بالو هذيك امي وكيقول لي اعتبريها فحال امك. ايوا صافي بقيت فحال هكاك، تكرفيس وتماره والشقا والعذاب الأليم. ايوا بقيت كنكبر صافي حتى وصلت للباك. ملي وصلت للباك هذيك الساعات طلبت الاب ديالي باش يدير لي السوايع في الرياضيات. قال لي لا انا ما عندي سوايع، ما ندير لك بيتي تقري قراي في الدار، جلسي قراي في الدار. قلت له صافا با نجيب شي واحد يقريني في الدار. قال لي قلت لك هذيك اتصالات راه ما عنديش، بلا ما تقولي لي راه خاصك هادي وخاصك هادي، بيتي تقراي جلسي تكيمشي، ما بيتيش تقراي تكيمشي في الدار صافي. ايوا صافي المهم هذيك الساعات صافي كنت كنحاول انا نزدط راسي. فاش كندخل شي بيت كنبغي نراجع اولا شي حاجه كل شي كيبان ليه الضو ديك الساعات. ملي كندخل لشي بيت وهما تيقولوا لي اطفي علينا هذاك الضو راه دارنا راسنا وهذا. وملي تنقلب على البيوت اللي خاويين ما تلقاهمش. وتصوروا فين كنت كنراجع، كنت كنحفظ في الدروج اللي في السطح. كنت كنصبر البرد وكان عندي واحد تويليفون كنت كنهز منه المعلومات اللي بغيت. كنت كنقلب في اليوتيوب مرة هكا الا شارجيت، كنت كندخل لجوجل. كانوا عندي الاساتذه اللي من هذا المنبر كنشكرهم معاونيني بزاف كانوا عارفين قصتي كي دايره. كنت كنعاود الدريات كيعاودوا الاساتذه كيعاودوا المدير والحارس العام. المهم وليت مشهورة تما، كلشي كيحترمني، كلشي كيشكرني، كلشي كيتعاون معايا، لدرجة انهم كيحلوا معايا المسائل وكذا في التليفون. المهم بقيت مقاتلة باش انني نجيب واحد لانوت اللي زوينة. ايوا صافي المهم دازت الوقيته. جاو الامتحانات دوزتهم. حتى كنتفاجئ ملي خرجوا لي ريزولطا. كنتفاجئ انني جبت 18 و86. فرحت بزاف ما نكذبش عليكم، فرحت كنت كانوا عندي بزاف ديال الاحلام. كنت باغا نمشي ندفع لواحد المدرسه اللي كبيره اللي الى ان شاء الله كتاب وكملت فيها غادي يديوني لبرا وغيتكلفوا ليا بكل شيء حيت كنت جبت واحد النوت اللي مزيانه وكنت دايره سيونس. يعني كانت معجزة ملي جبت داك المعدل وانا وسط هاد العذاب وهاد التكرفيس والشقا وتمارة والبلايص اللي فاش نحفظ ما كاينينش والماكينين لا سوايع لا والو. ايوا المهم فرحت بزاف. جيت قلتها لبا قال لي ايوا مزيان.
قلتها لعماماتي قالوا لي مبروك مبروك. المهم ديك مبروك اللي دايزه وصافي. مرت با كتشوف فيا وكتهبط وتطلع كتقول لي ايوا ها انتي كاع ما عرفت كاع فين باغا توصلي وما عرفت كاع. ايوا صافي. المهم ملي شديت هذاك الباك صافي داز الصيف. أه تقريبا ما داش كامل، داز فيه غير واحد شويه. ديك الساعات بدا كيوضح لي اشنو باغا. مشيت عند الاب ديالي قلت له عافاك راني باغا ندفع لواحد المدرسه في مدينه فلانيه، الله يرحم لك الوالدين موقف معايا وكذا. قال لي اشنو؟ لا 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 لا، انا ما عنديش البنات اللي يمشيو لمدينه اخرى باش يقراو وداك الشيء. لا 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 لا. لا صافي شديتي الباك ايوا كيمشي في بلاصتك، راه ما بقات قرايه صافي. ايوا صافي بقيت كنطلبو حتى وليت كنطلب سله بلا عنب. صافي قلت له صافي انا ما غنمشيش لمدينه اخرى. العار ما خليني غير نمشي للجامعه، بيني وبينها غير طوبيس. نمشي نشد الطوبيس ونمشي للجامعه ديالي ونجي. قال لي كيفاش؟ انا ما عنديش البنات اللي يشدوا الطوبيسات ويبداو يتخلطوا ليا مع الدراري ويبداو يهضروا مع بعضياتهم وكذا وما يجيوني حتى المغرب. لا 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 لا. قلت لك تكمشي في الدار. مشيت دويت مع عماماتي قالوا لي لا 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 لا, لا انت تمشي ديري شي زبله وتلصقيها فينا. لا لا صافي جلسي سمعي كلام باك. كلام باك هو الكبير. دويت مع مرت با باش دوي معاه. قالت لي مرت با انت كاع ما عارفاك فين باغا توصلي، كيمشيو الطريق نيتا نتيا، راه ديك القرايه راه ما نافعك في حتى شي حاجه، ما عرفت كاع فين باغا توصلي للمريخ. جلسي تكمشي. ايوا صافي. المهم اش غادي نقول لكم، بكيت حتى نشفو عينيا. بغيت نكمل قرايتي ولكن ما عرفتش كيفاش غادي ندير. مازال ما كملت الصيف، تقريبا داز فيه تقريبا شي 20 يوم هكا قرب يكمل. ايوا ويتقدم ليا واحد الراجل. هذاك الراجل عنده 44 عام. هذاك السيد مزواج، فايت ليه مزواج وسكايري وفايت ليه داخل الحبس. وانا بكل قوايا العقليه تنقول ان الاب ديالي ما يمكنش يزوجني لواحد بحال هذا، حيتاش انه داخل الحبس وسكايري ومزواج وبزاف ديال الحوايج وعنده 44 عام قد جدي وانا كانت عندي 18 عام. ايوا صافي. المهم حتى كنتفاجئ ان الاب ديالي جاتو ببساطه قال لي ايوا مبروك عليك مبروك عليك، هذا هو الراجل المناسب. قلت له با الله يهديك اش من راجل مناسب؟ اويلي السيد عنده 44 عام. قال لي ومالو هو عنده 44 عام مالك غديري في كوكوطه غتاكليه؟ راجل وصافي خدام على راسو. قلت له اويلي با راه داخل الحبس. قال لي مالو داخل الحبس؟ قاتل روح. راه غا داخل الحبس غير على الشيكات ماشي شي حاجه. قلت له با راه مزوج وهذا. قال لي واش بيتي انتي مزوج ولا ما يتزوج؟ واش شغلك انتي شغلك؟ واش جاب لك الله رزقك سيري تزوجي وتكيمشي في دار راجلك؟ صافي انا ما خليت ما درت. طلبت عماماتي يتوسطوا لي يهضروا معاه. طلبت مرت با. قلت لمرت با شوفي الله يرحم لك الوالدين، انا نشقى انا ندير لك كلشي انت قلتي كيف القايده، ما ديري حتى شي حاجه الله يرحم لك الوالدين. غير هضري مع با باش انني ما نتزوج بهذا السيد. قالت لي كيفاش؟ ها انا هنيه عليا غير الا خويتي عليا الدار وانت دايره ليا كالبروسي في الدار، سيري خويا عليا الدار خلي اعطيني اتساع. ايوا صافي. المهم صافي قلت صافي نكبر عقلي وندوي مع السيد نيشان. ندوي معاه نيشان في التليفون. هز التليفون قال لي يا راسي هزي التليفون وصوني عليه. هزيت التليفون صونيت عليه قلت له فلان واش غادي تخليني نقرا؟ واش غادي ندير؟ واش غتخليني ندير؟ واش غتخليني ندير؟ قال لي كيفاش؟ انا ما عنديش البنات اللي كيقراو وكذا، بيتي تجلسي تشقي عليا وطيبي ليا وتخدميني مرحبا، ما بغيتيش كاينه هضره اخرى وتصوروا معايا البنات انسان هكا يلاه شريك. آم، يلاه كتعارفوا في الخطوبه وهذا ويقول لك هاد الهضره ما حسا الا مشيتي عنده اش بيدير فيك. ايوا صافي. المهم بقيت كنطلب با. صافي داز تقريبا داز الصيف وهما مصرين انهم يزوجوني. وليت كنفكر كنقول شنو ندير؟ واش ننتحر؟ واش نمشي لحراسي من فوق السطح؟ واش نشفر با ونمشي نهرب؟
حيتاش با كان عنده واحد الركينه كان كيجمع فيها الفلوس وانا شفتها، وكنت عارفه واخا ماشي شي فلوس كتير ولكن هذوك الفلوس نقدر نديباني بهم. كانت عندي واحد صاحبتي كانت كتقول لي اجي لعندي، وهذيك صاحبتي عندها خوتها دراري. كنقول لا خوتها دراري انا ما عندي ما ندير معاه، شي نهار يوقع شي مشكل له حنا الزنقه. تنقول اش غادي ندير، مهمتي اللي كانت غادي تهزني وكذا راها توفات الله يرحمها. عائلة با ما بقات كتربطني معاهم حتى شي علاقه. كل شط تيقارو كل ما يعقل عليك حتى شي واحد. عماماتي كل وحده عايمه بحرها. اش غادي ندير في هاد الحصله؟ اشنو غادي ندير؟ كنتو في بلاصتي نتومايا، اشنو غادي ديروا؟ نصحوني اشنو غادي ندير. انا باغا نكمل قرايتي، انا عندي طموح، باغا نوصل، باغا نكمل في المدرسه اللي بغيت نمشي ليها، باغا ما طالعه اللهم نشوف شنو غادي ندير. يا نهرب، يا نقتل راسي، يا ندير شي حاجه في راسي. المهم انا هادشي راه ما خاصنيش. بغيت الاراء ديالكم في هاد القصه. كانت هذه هي القصه ديال ريتاج. كنتمنى تخليو الاراء ديالكم في لي كومونتير، بارطاجيو القصه. جيم كومونتير زوين بحالكم. ما بقى ما نقول لكم غير نتلاقاو في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.